السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الناس الحلوة. المرة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات يا جماعة أنا نزلت تصوير لتركيب حلة حوض المطبخ، وفي ناس كتير علقت عليها بالنسبة للأسمنت الأبيض. بتعجنه بزيت الأكل، زيت الطعام، علشان الزيت بيديله صلابة، بيدي العجين صلابة وبيديله عزلان عن المية وكده، فبالتالي العجين ما بيتأثرش أو الأسمنت الأبيض ما بيتأثرش من المية بعد كده، ولا بيفصل ولا بيحصل له أي حاجة. وزي ما حضراتكم شايفين كده بتضيف كمية بسيطة من الزيت على عجين الأسمنت الأبيض، وبتعجن العجينة بالشكل ده. ودي نصيحة لوجه الله لكل صنايعي ولكل واحد عايز يعرف أو ياخد فكرة عن الشغل الصح. وببدأ أحط العجينة بتاعتي بالنظام ده. ولازم يا جماعة يكون حفر الحلة بتاعي يكون على قد الحلة بالظبط، علشان الحلة دي لازم يكون الحفر على قد الحلة بالظبط، يكون محكوم بالطريقة دي، علشان ما يبقاش في مجال ان الحلة تخلع بعد كده او في اقرب وقت. وبالنسبة للون الاسمنت الابيض يا جماعة، لو انت حابب تغير لون الاسمنت الابيض ده بشوية عفرة من اللي بيطلعوا من نفس الرخامة، وباجي ممشيهم عليها كده، بغير شكل الاسمنت الابيض بيبقى بشكل الرخامة. لو انت حابب تسيبه كده ما تحطلوش اي اكسيد، لان اي اكسيد بيطلع مع استخدام المية. وشكرا جزيلا لكم للمشاهدة الجميلة.